السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل الترند الجديد بتاع بلبن، او نقول عليه كيكة دبي او كيكة الهبة. يعني حاجة كده ما شاء الله فاخر من الاخر. مجموعة حاجات مع بعضها كده هتديكي طعم جديد كده، بس حاجة دسمة وحاجة قوية جدا. هنعمل كيكة بالشوكولاتة، وهنعمل كنافة نحمرها ونحط عليها صوص البيستاشيو اللي هو صوص الفستق، ونعمل صوص شوكولاته. صوص الشوكولاته هنعمله مع بعض، وان شاء الله يعني تعملي كده حاجه فاخر من الاخر. مجموعه الحاجات دي مع بعضها بتدي طعم، بس دي طبعا السكر عالي جدا فيها، الماده الدهنيه عاليه فيها جدا، فبننصح مرضى السكر واللي بيعملوا دايت ان هم يا دوبك ياكلوا معلقه صغيره منها، او يفضل ما ياكلوش خالص لو امكن، يعني عشان ما يتعبوش. لكن الناس العادية هتاكل منها، انا عارفة ان شاء الله، يعني من دسمتها وحلاوتها برضه هياكلوا معلقتين 3 4 بالكتير، ومش هيقدروا يكملوا لان هي دسمة جدا، بس حلوة بصراحة، خطيرة. تمام. بصوا المعلقة طالعة ازاي، بسم الله ما شاء الله. تاخدي كده من العلبة من تحت كده، اللهم صل وبارك، كل الحاجات اللي انت عاملاها مع بعض تطلع في المعلقة واحدة. اللهم بارك. ان تمن علبة واحدة من المحل المشهور دوت زي دي مثلا، او اصغر منها، هنعمل منها 3 علب، يعني بتمن علبة هنعمل 3 علب ان شاء الله. قبل ما نبتدي الفيديو هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، والمقادير بتاعتنا زي ما اتعودنا ان شاء الله، ان شاء الله تكون سهلة وبسيطة. اول حاجة هنعمل الكيكة بتاعتنا، الكيكة الجديدة او كيكة دبي. هنعملها دلوقتي ازاي؟ 2.25 كوب دقيق منخولين، دقيق متعدد الاغراض. هنحط نص كوباية كاكاو اسباني. طيب الكاكاو الاسباني هنقول عليه غالي شوية او غالي فعلا، فممكن نجيب جزء كاكاو اسباني وجزء كاكاو ماليزي ونخلطهم في برطمان وناخد منهم. تمام. هيدينا نفس نتيجة الكاكاو الاسباني، لان هو فعلا الكاكاو الاسباني قوي جدا وبيديكي طعم الشوكولاتة، اكنك عاملة الحاجة بالشوكولاتة. هو اكيد هو ده اللي بيعملوا منه الشوكولاتة. وهنحط معلقة بيكنج باودر كبيرة وذرة ملح. نعمل بقى بعد كده، نجيب كوباية سكر. بقت المقادير بتاعتنا بقى على نص كوباية زيت. تمام. وهنجيب 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. ماشي. يبقى المقدار دوت، ده هتعتمديه تعملي فيه كيكة شوكولاتة عادية خالص، وممكن تعملي عليها صوص الشوكولاتة اللي هنعمله مع بعض كمان. و3 بيضات ومعلقة فانيليا كبيرة. تمام. المهم فانيليا اللي عندك، سايلة، بودر، الموجود عندك. وهنضربهم مع بعض. مضرب بقى بالمضرب اليدوي بمعلقه خشب، مش هنحتاج خلاط ولا نحتاج مضرب كهربائي ولا اي حاجه. وكوبايه لبن بدرجه حراره المطبخ برضه اهي. وهنضرب المقادير بتاعتنا ديت. او بقولك الكيكه دي ان شاء الله هتعمليها لاولادك، تعمليها يعني الكيكه تطلع حلوه وطريه، وبس هتعملي صينيه اصغر شويه عشان لو انت عايزاها عاليه بقى. وبعد كده اللهم صل وبارك. بعد كده هنضيف بقى المقادير اللي هي الجافة دي بقى، اللي هو الدقيق مع الكاكاو مع ذرة الملح مع البيكنج باودر. انا حطيت معلقه خل بس ما جاتش في التصوير، يعني طبعا ده محسن الكيك، ضروري جدا نعمله، ضروري جدا في انه بيحسن لنا الكيك بتاعنا وبيطلعه ايه، هش وطري. وهنضرب الكيكه بتاعتنا تقيله شويه، قلبها على براونز شويه، فهنخففها. هنجيب كوبايه ميه سخنه بتغلي، ماشي، ونحطها عشان احنا عايزين الكيكه بتاعتنا تبقى خفيفه. تمام. عشان تطلع فيها طراوه وطريه. اهي ميه بتغلي اهي، ما شاء الله اللهم بارك. وهنقلبها بقى كويس جدا. ونجيب بقى الصينيه بتاعتنا 30 في 20 وندهنها كويس. وبعد كده نحط فيها الكيكه. هنسخن الفرن على درجه لمده 10 دقائق على درجه 180 درجه، ونحط فيه الكيكه بتاعتنا. تمام. ونسيبها بقى حوالي من 30 دقيقه ل 35 دقيقه. ويجي بعد كده هنعمل الكنافه بقى. الكنافه بتاعتنا هنجيب كنافه، اما تقطعها بالسكينه او بالمقص، لكن دي اسهل طريقه لان احنا نكسر الكنافه، يعني تطلع لي زي الكب بالظبط. بمسك الكيس كده وهي متفرزه واعفصه ببعض كده، كأنك طحناها في اقل من دقيقتين 3 هتكوني ايه، اكنك عملتيها احسن من الكبه. وتروحي حطاه
وبعد كده هتحطي معلقتين سمنه عليه كبار كده مع معلقتين زيت، وتحمريه في الطاسه على البوتاجاز او تدخليه الفرن، وكل 5 دقايق تبص عليه. بس انا عملناها في كيكه المانجا، عملناها على البوتاجاز كانت اسهل بكتير. لو ترجعي فيديو المانجا، الكنافه بالمانجا، هتلاقيني عاملاها كده. دي بقى كريمه البيستاشيو، صوص البيستاشيو او صوص الفستق. هنحطه بقى عليها الكميه قد ايه، الكميه اللي تناسب الكميه اللي انا عاملاها. الكميه دي تعمل لنا 3 علب ان شاء الله. لو انت بقى عايزه تعملي علبه واحده، يبقى حوالي مثلا 200 لربع كيلو كنافه. تمام. بعد كده صينيه الكنافه، الكيكه بتاعتنا طلعت من الفرن، وهي طلعت ما شاء الله طريه اهي، وبنأكد من الخله انها استوت اهي. او بسكينه، ممكن سكينه رفيعه الموجوده عندك. انا بخرمها عشان انا عايزه احط لبن عليها. هي طالعه طريه طبعا وما شاء الله، لكن انا عايزاها تبقى جوسي بقى. الكيكه بتاعتي تبقى جوسي. الكيكه كلها او الترند كله حاجات مع بعضها كده جوسي مع بعضها، ماشي. فانا حبيت احط كمان نص كوبايه لبن، لكن ده اختياري، ممكن ما تحطيش لبن عادي. تمام. بعد كده هنعمل بقى صوص الشوكولاته الخطير ده، ارخص واسهل صوص شوكولاته هتعمليه. هنجيب حمام ميه، صينيه فيها ميه، حمام ميه، لازم الميه ما تغليش. طب لو غليت منك وانا بعمل، هتحطي من الجنب كده في الصينيه شويه ميه باردين عشان الميه ما تغليش. طب ليه انا ما عملتش بتاع الصوص ده على البوتاجاز مباشره؟ عشان الكاكاو ما ياخدش طعم كرمله السكر، ما يدينيش طعم الصوص الشوكولاته او طعم الشوكولاته اللي انا عايزاه، هيدي على نوع كرمله شويه. لكن في حمام الميه اكني بسيح شوكولاته بالظبط. يبقى انا بقى المقدار بتاعي نص كوبايه كاكاو، معلقه سمنه او زبده او معلقتين زيت 3 كده، وكوبايه سكر كبيره نفس الكوبايه اللي بستخدم بيها. اجيب نص كوبايه لبن، بس مش هاخدها كلها، هاخد حوالي من تلت، وحوالي عليهم معلقتين 3. ولكن انا بفضل يبقى معايا نص كوبايه عشان ما اضمنش الكاكاو هياخد مني قد ايه، والسكر هياخد مني ايه، لبن ممكن ياخد كده. بس هو خد تلت وحوالي معلقتين 3. واقعد اقلب بقى في الصوص دوت، واخد بالي لو الميه غليت ازودها ميه. تمام، عشان الميه متغليش. واقعد اقلب لحد ما ظهر المعلقه بتاعتي يتملي ايه كاكاو كده، يبقى ظهر المعلقه يتغطى بالصوص، يبقى الصوص بتاعي استوى اهو، متغطي اهو بالصوص. لسه لا، لسه شويه كمان، حطينا شويه لبن كمان، لسه لقيناه تقيل شويه. احط بقى لحد ما شاء الله ما زي الفل. جيت دعمتها بقى ب50 حوالي 50 جرام كده شوكولاته، عشان لو الناس اللي هيستخدموا كاكاو اقل جوده، ال 50 جرام شوكولاته دول هيدعموا لهم الطعم عشان يطلع طعمه حلو. لكن لو استخدمتي كاكاو اسباني هيطلع طعم اكنك عاملاه مسيحه شوكولاته بالظبط. هنفضيه ببوله بقى وخلاص، وبعد كده يبقى ايه للاستخدام على طول. هنجيب بقى اي علبه عندنا بلاستيك موجوده عندك، جايه في اوردر ولا حاجه، او تشتريها من مستلزمات الادوات المنزليه، اي علبه بقى. وجيبي بقى الكيكه. بصي الكيكه بتاعتنا طريه ازاي، فيها طراوه ازاي. دي الصينيه دي تعمل 3 علب من دي. تمام. وانا بعد ما حطيتها كده تاني هقلبها تاني، عشان انا عايزاها ايه على الوش بقى من تحت والظهر من فوق، عشان مستوي الظهر بقى مستوي. تمام. وهكمل. بس الصينيه دي تعمل 3 علب، اللي بالطول ده هتقطعيه نصين وتحطيهم جنب بعض يعملوا علبه كامله. وممكن تقطعيها وتقطعي كيكه عاديه خالص، كنت تحطي عليها صوص شوكولاته بيبقى طعمها خطير برده. اللهم بارك. ماشي، احنا هنكمل بقى الوصفه بتاعتنا في العلبه ديت. هنحط بقى الكنافه بصوص البيستاشيو او صوص الفستق اهو. هو الكنافه بصوص الفستق ده لوحدها خطيره. نحط الكميه المناسبه اللي احنا عايزين نحطها. بعد كده هنجيب بقى صوص الشوكولاته اللي احنا عاملينه، هنسويه ندعي الدعاء بقى واحنا بنسويه كده. اللهم ارزق بنا وبعبادك المستضعفين في كل مكان، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت يا رب العالمين، يا مغير الاحوال غير حالنا الاحسن حال. اهو صوص الشوكولاته اللي احنا عملناه مع بعض، بسم الله اللهم بارك. بصوا لونه ازاي غامق ازاي وحلو ازاي، عشان انا عاملاه بكاكاو ايه محترم. بس انا قلت لكم على كل التفاصيل اللي ممكن تعمليها. تمام. هنحط بقى اللهم بارك الكميه المناسبه. اهم حاجه صوص الشوكولاته كده يكون كميه حلوه كده، نكرم كده واحنا بنحط، عشان تبقى الايه تطلعي القطعه كده كلها جوسي. بعد كده بقى ايه هنكسر بقى لون الشوكولاته دوت باي صوص عندنا. هنحط صوص شوكولاته ابيض عليها عشان ايه نزينها وكده. تمام. بعد كده
لو عجبكم الفيديو يا حبايبي ما تنسوش اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك، وتدوسوا على زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد، وتشيروه لحبايبكم واصحابكم عشان يستفادوا ويعملوا الترند الجديد ويوفروا لاولادهم ويفرحوهم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع سلوى محمد.